لي شهر وانا راعي. يا حاج والله انك قطعت لي قلبي. خلاص بكم تبيع الدبة؟ اجلس وانا شبيع لك هين كامل. انا ابيع ب15,000. خلاص مالك الا بيع هنا انا كامل من 16,000 لك 15,000 شقيحك تعبينه. انت جلس هنا وانا شبيع هنا الان. انا بتكلم مرة واحدة، اللي عقبه الدبة من 16,000 شل، اللي ما عقبوش الله معه يوري لي عرض كتافه. بطل لك حقك الخارق. احنا دايرين ب 15,000 يا اخي. بطل لك مسراق انت، لكن كله مش منك، كله من السفار اللي قلبك للحارة حقنا، ولا عد لاقينا من بعدك عافية. ما شجلس انا فهم كل واحد لحاله. اللي عقبه الدبة من 16,000 شل، اللي ما عقبوش يوري لي عرض كتافه. كلام زلق خبر من الاخير، ما يعجبنا شلواك. كله منكم يا اصحاب الحارة تستاهلوا. جبنا لكم الزيطة يصفي لكم ذنوبكم، ربنا ما يحرمناش. انا مسرع قكرته. انا قد مش هذه والواحد على خلاف. ها الزيطة هذا صاحبي تشينا عبي لك معي يا ملكي يا ريال مدريد. لا يا أخي لا تعبي لي ولا عبي لك، حقي أنا. طز أنا قد أخدمك بس أخدمك. أوه زيتا يا زيتا عجل لونا. زيتا يا زيتا عجل لونا. يا زيتا أصيح لك من أول لو ما تجاوبناش. ها قلت ما تعرفش اليوم لكن. أوه زيتا يا زيتا عجل لونا. زيتا يا زيتا عجلنا. وش انت؟ أشتفت عبدين الدبل خارجنا ما بيشتفى طوبر. ارجع طوبر جيز الناس كان مش انزلوا دقك بقفل البندق ومجزع لك. يا ابني قليل هذا مكاني. يا عم بلا كذب، مش مكانك هذا، بطل لك الكذب. والله انه مكاني. اسأل هذا المدريدي يا ريال مدريد، مش انا كنتو بعده ولا لا؟ أول مرة أشوفك الآن. ها ان شاء الله موسم صفري ولا تحصلوا بطولة ان شاء الله، تدعسوا دعس. يا ابني مش ضرك دخلتنا وانا جنبك. آخر واحد خلاص قاموا يهووا فوقي سأل كلاب. هيا اقسم بالله ان انا قبلكم كرة. هو السارق المبرر، هو الحقشت لك كدنا الحين على 1000 ريال، مفتك نروح. ها امسك الدبة يا ابني. حياك يا عم حياك، والله كنت تشد لك دبة غاز بس اجيت قا كمال. أذاهم ملان، قد عبيت للناس كلها مناف دالك يا ابني، اندي لي دبة ربي يستراك. هات الدبة. أنا أقول لكم إنه ما بشتري خريف ولا مصروع إلا أنت والله بالذات والله ما تشول دبة، تفهم؟ ليش كذا تعمل لي يا ابني؟ الله ينتقم منك بس. اللي مش مشترك يشترك على طريقك يعمل لايك. اللي يفصل لا ولا لعياله حاجة مليح وقماش مليح عليك وعلى الهزاع. أحدث التفصيلات العالمية عنده تحسلومي. هو صاحبي برضو اللي هو عريس يجي عنده يفصل حق إرسال. العنوان حقه مدينة إب، شارع العدي، جولة جرعان. مالك يابا؟ مالك كذا زعلان؟ هو لا غاز ما حصلتش؟ خلاص عادي، نعم من نهاية الدنيا، ولا يهمك يابا الا نروح نحطب. ساعة زمان كانوا أجدادنا كيف كانوا عايشين؟ مش كانوا عايشين حياتهم على الحطب، ما قد عرفوا الغاز بحياتهم. لو ما لقيت ما بنقهر عادي، بس اللي قهرنا
الولد يبيع الغاز، سلم لكل الناس، ولما وصلت لعنده عاملنا بقلة أدب، ما احترمناش، وقال لي بالذات أنت والله ما عبيت. ليش كذا عمل معي؟ ولا في بيني وبينه أي شيء ولا أعرفه، بس أدري إنه صاحب السفاري ويجلسوا مع بعض. ها يابا هو أحوال صح؟ أيوة، وش دخلوا بحارتنا أصلا؟ الحمد لله وصلتوا. هيا انجلي دبايها زيطة. حياك يا عم حياك، والله كنت اشدي لك دبا غاز بس اجيت قوا كمال. أسألك بالله كما تضحكوا، أنا أعمل لكم عبرة علموا مني. هاي إيش هذه القوارح؟ كمان سهران، الدنيا مقفلة عندي كله. أغنوا الأميرة بالشعر الغواني، أغنوا الأميرة بالشعر والمواويل، أوزفوا لها بالفرحة أغلى التهاني. مبروك يا بنت السبهان الحلاحين، يا أجمل عروسة بين كل الغواني. ربعك لهم بالعزة على المداهين، السبهان اللي شانهم عز شاني. أميرة يا تاج الحلا فتنة الجيل، تحتار في وصفك تزيل المعاني. انتي قمر في طلتك تضوي الليل، متفردة بالزين بين الحسانين. تدري والله ما يشيلك إلا المفصع يعرف يربيك يا قيل الحياء يا قيل الأدب. قالوا اليوم بيجي المدير. بجد اللهم اجعله خير، المدير هذا ما يعرف امه ومرة شديد. كيفك يا مدير؟ هلا يا مدير. كيفك يا مدير؟ كيفك يا مدير؟ مدير جا وانت جرير كلام كثير. يا عيال المدير اجا، المدير اجا. المدير جاء. أنا مرعوبة كثير رغم أنه يثق فيني، لكن ما شاء الله عليه هيبته قوية. ليش هذه الشركة الوحيدة أرباحها قليلة؟ هذه الوحيدة من بين 20 شركة. إيش السبب؟ أشتي سبب مقنع منكم. طبعا السؤال موجه للجميع دون استثناء. أنا أبغى أتكلم يا مدير. اتفضل اتكلم يا أسامة، أنا أسمعك. السبب يا مدير هي عصبية ماجد مع العملاء. لا تصدق يا مدير. أنا إذا قلت لك تتكلم يا ماجد. ليش تتكلم؟ كمل يا أسامة. بسبب معاملته وأسلوبه يذهبون إلى الشركة المنافسة كأنه مقصود يسوي هاللون. اتكلم يا ماجد. لا تصدق يا مدير، يكذب عليك، هو يغار مني وحاط راسه براسي. لا تعتقدون اني لما اغيب عنكم ما ادري بشيء، انا عارف كل شيء بالشركة. اللي بذكر اسمائهم الحين انهم مستغنين عنهم، ووجودهم يؤثر سلبا على الشركة. مريم يلي بقول اسمائهم تسلمي لهم كل مستحقاتهم وخلاص ما نبيهم معانا. حاضر يا مدير، أنا تحت أمرك. أسامة وحنين.
ليش يا مدير؟ أنا وش سويت؟ دام انك تشتغلين عندنا بالواتس خلاص روح البيت وواصل شغلك فيه. مريم سلمي مكافأة لسعد راتب شهرين زيادة لأنه يشتغل بضمير. خلاص كملنا الاجتماع، الله معاكم. ها اشتغل يا دماغي واسترجع مشهد هذا الشخص. وين قد شفت هذا الرجال يا شفاري؟ وين قد شفته؟ امسكوا يا اصحاب الحارة. هي يا وليد وقف، اقول لك وقف. اوه